النهاردة بنبص على مشروع كبير قوي ومهم في الرباط، الملعب الأولمبي الجديد. في اهتمام كبير بيه فعلا. طبعا، خصوصا مع البطولات اللي جاية دي. بالظبط. المصدر اللي معانا النهاردة بيركز على آخر المستجدات لحد يونيو 2025، يعني في سياق الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2025. عايزين نفهم كده إيه الوضع بالظبط دلوقتي والمواعيد عاملة إزاي. تمام. خلينا ندخل في الموضوع على طول. الموقع نفسه، إيه اللي بيحصل على الأرض حالياً؟ هو اللافت للنظر فعلا حجم الشغل والسرعة، يعني في وتيرة عمل مكثفة جدا واضح إنهم مستعجلين. جدا. وده باين في كذا مرحلة من البناء، بس طبعا عامل الوقت ده تحدي في أي مشروع ضخم زي ده. أكيد. المصدر بيقول إن في تقدم كويس، حلقة السقف الداخلية ركبت وخلاص. دي لوحدها خطوة كبيرة، مش كده؟ طبعا دي مرحلة أساسية جدا في الهيكل. وبيقولوا كمان تغليف الواجهات الأربعة قرب يخلص، يعني بيقولوا خلال أسابيع قليلة. مظبوط، دي برضو نقطة مهمة جدا في الجدول. أهميتها إيه بالظبط؟ يعني لما الواجهات تخلص، إيه اللي بيحصل بعدها؟ بصي، لما التغليف ده يكتمل، ده بيفتح الباب بقى للشغل الداخلي المهم. زي إيه؟ يعني التركيز يتحول لتركيب كراسي المدرجات كلها، والأهم يبدأوا فعلا يجهزوا أرضية الملعب ده، العشب الطبيعي بقى. قلب الملعب نفسه. بالظبط، العشب الطبيعي الفاخر اللي هو مطلود للمستوى ده. وشغل الأرضية ده بدأوا فيه ولا لسه بعد الكراسي؟ لا، شغل الأرضية نفسه بدأ. هو مش مجرد فرش عشب وخلاص طبعا. أكيد لا، ده ملعب أولمبي. بالظبط، الموضوع أعقد من كده بكتير. الشغل دلوقتي في البنية التحتية للأرضية، اللي هي بقى؟ يعني بنتكلم على تركيب شبكات الري الدقيقة ونظام تصريف مياه المطر، وده مهم قوي عشان الأرضية تفضل كويسة مهما كان الجو. تمام. ونظام التهوية كمان؟ ونظام تعوية للعشب نفسه عشان يحافظوا على جودته. كل دي حاجات أساسية عشان الملعب يبقى مطابق للمعايير العالمية. فعلا أنظمة معقدة. طيب، هل الشغل ده ماشي في كل حتة في الملعب بنفس السرعة؟ يعني إلى حد كبير في مناطق خلص فيها خلاص الدور الأولاني والتاني. بالكامل؟ بالكامل. وتركيب العناصر الخرسانية بتاعة المدرجات في الدور الثالث ده شغال كويس جدا دلوقتي. يعني الهيكل الأساسي قرب يكتمل. نقدر نقول كده. الهيكل الرئيسي شبه خلصان، والتركيز دلوقتي على التشطيبات والتجهيزات الكبيرة زي ما قلنا. ممتاز. طيب نيجي بقى لحاجة مهمة الناس بتسأل عليها، المواعيد. كان في كلام زمان، يمكن تصريحات، إن الافتتاح كان مارس 2025. المصدر بيقول إن ده اتغير؟ هو ده صحيح. المصدر بيأكد إنه يعني رغم الكلام اللي اتقال قبل كده عن مارس، الواقع بيقول إن حصل شوية تأخير. تأخير قد إيه تقريباً؟ التقديرات دلوقتي بناء على الشغل اللي فاضل والسرعة الحالية، إن الملعب هيكون جاهز للافتتاح الرسمي في نص يونيو 2025. نص يونيو؟ يعني بنتكلم في حوالي 3 شهور زيادة عن الميعاد الأولاني. تقريبا. هل المصدر وضح أسباب معينة للتأخير ده ولا هو مجرد تحديث للجدول وخلاص؟ هو المصدر ما دخلش في تفاصيل الأسباب بصراحة، بس ركز أكتر على الميعاد الجديد اللي هو نص يونيو. تمام. وفي المشاريع اللي بالحجم ده يعني وارد جدا يحصل تعديلات في الجدول الزمني، ممكن عوامل لوجستية فنية، حاجات بتظهر وقت الشغل. المهم الميعاد الجديد. مفهوم. طيب بعيداً عن المواعيد، الملعب ده أهميته مش بس إنه مكان جديد للماتشات وخلاص. لا طبعا، ده أكبر من كده بكتير. إيه الأهمية الاستراتيجية بتاعته؟ بصي، ده استثمار للمستقبل، يعني بنية تحتية رياضية للمغرب للعقود الجاية. يعني مش بس عشان كأس الأمم الإفريقية 2025؟ لا، هو طبعا ده الهدف المباشر والقريب، حدث قاري كبير هيتلعب فيه ماتشات مهمة، لكن الأهم كمان هو المستقبل. تقصدي كأس العالم؟ بالظبط. الملعب ده هيكون واحد من الملاعب الرئيسية في ملف المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030. دي نقطة مهمة جدا. ده بيخليه مش مجرد ملعب، لا ده أيقونة رياضية ومعمارية للمغرب. يعني نقدر نلخص الوضع لغاية دلوقتي: الشغل ماشي كويس جدا، السقف والواجهات قربوا يخلصوا، الأرضية بتتجهز بأنظمتها المعقدة. تمام. لكن في تعديل في الجدول الزمني، والافتتاح المتوقع بقى نص يونيو 2025. بالظبط كده، الملعب ده أكيد هيكون إضافة قوية جدا. وده يخلينا نفكر في حاجة أبعد يمكن. اللي هي إيه؟ يعني المشاريع الضخمة اللي زي دي تأثيرها أكيد مش بس وقت البطولة وخلاص. إيه ممكن يكون الإرث بتاعها بعد كده؟ سؤال مهم. يعني إزاي ممكن تساهم في تطوير الرياضة نفسها في البلد؟ أو حتى تأثيرها على المجتمع والاقتصاد في الرباط والمغرب عموما على المدى الطويل؟
دي نقطة يمكن الواحد يفكر فيها للمستقبل.